صباح الخير عليكم. عايز اقول لكم كده على نصيحة وعن تجربة شخصية. لو انت مستني او بتستنوا ان في حد يقدركم او ان حد يآمن بيكم ويآمن بأفكارك ويآمن بنجاحك وبمميزاتك، ومعتمد على الموضوع ده ان يكون سبب في ان انت تتطور وانك تطلع لقدام، ده هيكون سبب انك تقع. فنصيحة بجد، حاول انت تكتشف مميزاتك وتآمن بنفسك وانت تشتغل عليها. انا شخصيا غلطت زمان لما كنت بفتكر زمان ان انا يعني مستني ان الناس اللي بتحبني او فاهم ان هم بيحبوني وصحابي بقى واهلي وغيره وغيره هم اكتر ناس تآمن بيا وكنت مستني ان حد يآمن بامكانياتي وقدراتي وان انا اقدر اعمل حاجة وان انا مميز في حاجة معينة او غيره. ولكن للأسف ده ما بيحصلش غالبا يعني. فاكتشفت انه انا لما ركزت مع نفسي وانا فهمت امكانيات نفسي وطورت من نفسي واشتغلت عليها، اكتشفت ان انا عندي قدرات وامكانيات انا اصلا ما كنتش فاهمها. انا نفسي اتفاجئت بيها. اكتشفت ان انا عندي حاجات ممكن اعملها حلوة قوي وبعرف اقدم حاجات كويسة قوي، وانا كنت دافن كل ده، ما كنتش فاهم امكانيات نفسي كويس. فحاولوا تكتشفوا نفسكم وتشتغلوا على نفسكم وتطوروا من نفسكم، لان ده هو اللي هيكون سبب سعادتك وسبب انك ما تتعلقش بحد ولا تفضل قاعد مستني الكلمة والتقدير من حد. امن بنفسك وبافكارك وبامكانياتك واشتغل على نفسك كويس قوي، وما تخليش اي حاجة تقابلك تعطلك، وما تخليش حد يظهر في حياتك يعطلك او ياخد من طاقتك. اشتغلوا على نفسكم كويس قوي، وصدقوني ربنا ما بيضيعش ابدا مجهود حد. مهما طال الوقت ربنا هيكرمكم. صباحكم فل.